استنى لحظة. الموبايل اللي في ايدك دلوقتي انت مسكته ليه؟ مين بعتلك؟ انت اللي فتحته من غير سبب ولا لأ؟ خليك صريح مع نفسك. انت آخر مرة قعدت قد ايه من غير ما تبص على الموبايل؟ ثواني؟ دقايق؟ مش فاكر أصلا؟ في وسط الزحمة ووسط الإشعارات اللي ما بتخلص بقى في عالم بقى كله أونلاين. تعالوا ناخد لحظة ونفهم فيها احنا بنعيش ازاي. معاكم شادي الخولي وده بودكاست عقدة الأونلاين. خليني أحكي لك موقف. الموقف ده حصل معايا أنا شخصيا، بس أنا متأكد إنه حصل معاك أنت كمان. صحيت من النوم، لسه عيني ما فتحتش كويس، إيدي راحت تلقائي على الموبايل. أنا مش فاكر مسكته ليه، بس فتحته. إشعارات، رسالة، فيديو، سكرول سكرول سكرول، وفجأة فقت. بصيت حواليا، أنا كنت هعمل إيه؟ أنا كنت هقوم من السرير، بس بدل ما أقوم قعدت على الموبايل 40 دقيقة من غير أي سبب حقيقي. الفطار جاهز يا حبيبي. حاضر يا ماما جاي. يا حبيبي الفطار بيبرد. حاضر ثانية. انت لسه ما جتش؟ هو ما تأخرش عشان الفطار، هو اتأخر عشان إشعار. إحنا مش بنستخدم الموبايل، إحنا بقينا بنرجع له من غير ما بنفكر، من غير سبب، من غير وعي. وده اللي بنسميه عقدة الأونلاين. خليني أسألك يا صديقي سؤال حلقتنا النهاردة. كام مرة في اليوم بتمسك الموبايل من غير سبب واضح؟ مش عشان مكالمة، مش عشان شغل، بس كده وخلاص. جاوب وقول لي. مستني إجاباتكم وآرائكم في الكومنتس، وقولوا لي أنتوا بتعملوا إيه. مرة كنت قاعد مع واحد صاحبي، كنا بنتكلم في موضوع مهم، وفجأة سكت. بصيت له لقيته ماسك الموبايل. قلت له أنت بتعمل إيه؟ قال لي ولا حاجة. قلت له يعني إيه ولا حاجة؟ قال لي بشوف مين أونلاين. قلت له طيب وبعدين؟ قال لي ولا حاجة. هو الموضوع انتهى، بس هو ما خدش باله إنه قطع الكلام، قطع اللحظة عشان حاجة ملهاش معنى. خليني أقول لك سر صغير. الموضوع مش ضعف منك ولا كسل، الموضوع إن مخك اتبرمج. كل إشعار وكل لايك وكل رسالة بيديك مكافأة صغيرة. المخ بيحب المكافآت فبيطلبها تاني، فتفتح الموبايل حتى لو مفيش سبب. هحكي لك حكاية أسرة قاعدة على السفرة. الأب ماسك الموبايل، الأم بترد على رسالة، الابن بيتفرج على فيديو، البنت قاعدة على الانستجرام. كلهم قاعدين سوا، بس ولا واحد فيهم قاعد مع التاني. ده مشهد غريب، بس ده بقى الطبيعي. خليني أسألك حاجة مهمة. كام مرة كنت قاعد مع ناس بتحبهم وفتحت الموبايل بدل ما تكمل كلامك معاهم؟ فكر كده، الموضوع حصل كام مرة؟ أخطر حاجة يا صديقي مش إنك بتستخدم الموبايل كتير، أخطر حاجة إنك بقيت مش عارف تبعد عنه، حتى لما بتكون فاضي، حتى لما تكون مع حد، حتى لما تكون المفروض تركز فبترجع له. عارف ليه؟ علشان اتعودت. طيب نعمل إيه؟ مش هقولك سيب الموبايل، بس جرب معايا كده إنك تصحى من النوم وما تفتحش الموبايل أول 10 دقايق. 10 دقايق بس. جرب تقعد مع نفسك شوية. طيب جرب قبل ما تنام تقفل الموبايل بدري شوية. جرب تقعد مع حد، جرب تسمع مزيكا، جرب تقرا كتاب وتسيب الموبايل بعيد. هتحس بإيه؟ في الأول هتتوتر، بس بعد كده هترتاح. احنا مش محتاجين نسيب الأونلاين، احنا بس محتاجين نفهمه علشان ما نغرقش فيه. وقبل ما نختم، خليني أسيبك مع السؤال ده. إيه أول حاجة بتعملها أول ما بتصحى؟ الموبايل ولا حياتك؟ جاوب وقولي، ومستني إجاباتكم وآرائكم في الكومنتس، وقولولي أنتوا بتعملوا إيه. كانت دي أول حلقة من بودكاست عقدة الأونلاين. أنا شادي الخولي، واستنوني في الحلقة اللي جاية علشان نتكلم عن حاجة أخطر: إزاي الأونلاين بيسرق تركيزنا. أشوفكم على خير.